بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مقاصد الذكر الحكيم. هذه هي الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447 أو 47. في هذه الليلة سنتناول ما كنا قد ابتدأناه من ذكر مقاصد سورة البقرة، حيث مررنا بأقسام الناس من حيث الإيمان والكفر والنفاق، ومررنا أيضا على قصة آدم وقصة الاستخلاف الأول الذي كلف به أبونا آدم عليه السلام، ثم مررنا على الاستخلاف الفاشل ومثاله بني إسرائيل الذين استخلفهم الله عز وجل واستحوذهم كتابه، ولكنهم لم يقوموا بالحفظ والعمل، فكانوا أمة فاشلة بعد أن كانوا من خير خلق الله في ذلك الزمن. اليوم سنتناول بقية مقاصد هذه السورة العظيمة التي هي تعتبر فاتحة كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها أعظم آية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك فيها أطول آية وهي آية الدين. وهذه السورة مرت على جميع أحكام العبادات من فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك مرت على جميع المعاملات من التعامل بالتجارة ربحا وخسارة، وكذلك التعامل فيما يتعلق بنفع عباد الله المؤمنين وغير المؤمنين بالصدقة التي يبتغى بها وجه الله، ومرت على أحكام كثيرة أخرى. فإذا هي تعتبر سورة عظيمة جدا جدا، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بركتها، فإنها تأتي هي وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تحاجان عن صاحبهما. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والخبير بالقرن الإفريقي والمفتي، أنا أسميه مفتي إريتريا، فحيا الله شيخنا الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيكم. بعد هذه المقدمة ندخل مباشرة في ذكر إبراهيم عليه السلام. تحدثنا عن الأقسام الثلاثة، عن آدم، عن بني إسرائيل، والآن ندخل على إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. مظلة الآيات تتحدث عن إبراهيم عليه السلام حتى توفاه الله عز وجل، هو وابناه يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا ترمز هذه الآيات؟ ما الأهداف التي تريد أن توصلها للمسلمين؟ ما هي الرسالة؟ لماذا ذكر إبراهيم أبو الأنبياء إمام الموحدين في سلسلة الاستخلاف في الأرض؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أول أقول بأن القرآن له منطقه الخاص في السياقات، ومنطقه الخاص في السردية، ومنطقه الخاص في التراتب والسياقات عموما في القصص وبين الآيات.
فأحيانا تجد مثلا يبدأ بشخص متقدم وينتهي بشخص يبدأ بشخص متأخر وينتهي بشخص متقدم. وفي قصة الآن في القصص اللي واردة في سورة البقرة تلاحظ بأن التسلسل التاريخي كان يفترض يأتي إبراهيم بعد آدم وليس بني إسرائيل. صحيح. لأن بني إسرائيل في النهاية هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. لكن والله أعلم كأنما إبراهيم قبل أن يدخل السياق القرآني في الواجبات والتشريعات والأوامر والنواهي المتعلقة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم جيء بقصة إبراهيم باعتبار أن إبراهيم هو الشخص الذي يعبر عن الأمة المستقيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإبراهيم يمثل قمة التدين وقمة الصدق وقمة الاستسلام الذي يريده الله منا في هذه السورة. يا سلام. ذكرنا بأن قصة سورة البقرة هي فكرتها الأساسية الاستخلاف، ولكن أهم مضمون في الاستخلاف هو الاستجابة لله والتسليم المطلق له وعدم الخروج عما يريد الله تبارك. يعني الختام لو تلاحظ سمعنا وأطعنا، هذه الفكرة الأساسية. بني إسرائيل ورد في سياق قصتهم بأنه والله سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فبنو إسرائيل مشكلتهم هي عدم الاستجابة لله، عدم طاعة الله، عدم الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي النقيض لهم هو إبراهيم عليه السلام الذي يعبر عن تمام الاستجابة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن إبراهيم أتم أوامر الله، أتم التكاليف. يعني الآن بعيدا عن الذين تكلموا في تفاصيل كثيرة جدا في ما هي الكلمات المرادة، لكن خلينا نقول بأن كل ما أراده الله من إبراهيم عليه السلام قام به إبراهيم فأتمه وأتى به على أحسن وجه. وإبراهيم هنا نلاحظ طبعا كان قبل بني إسرائيل كما ذكرت، طمع بعد أن علم بأنه والله هو يعني أتم كلمات الله، قال إني جاعلك للناس إماما. فالأنبياء سبحان الله يطمعون دائما في أن يكون الصلاح فيهم وفي من ينجبون. وقال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. لا ينال عهد الظالم التي قيلت لإبراهيم حصلت في نهاية المطاف في بني إسرائيل الذين ما أتوا بما أمر الله كما ينبغي. يعني فيهم أمة أشار إليها القرآن ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. يعني في طائفة كما يقولون طائفة قائمة بالحق قائمة بالصدق قائمة بالخير، لكن هذه الطائفة أقلية، ولكن الأكثرية منهم كان على السياق الذي تكلمنا عنه في الآيات اللي هي 80 آية تقريبا، كلها تتكلم عن هذا الصنف الذي يحمل خلاصة علل التدين: عدم الاستجابة لله، الالتفات على أمر الله، غياب التسليم، غياب هذه القضايا اللي وفهمنا الرسالة، أي لا تكونوا مثل هؤلاء. لا تكونوا مثل هؤلاء. فإبراهيم عليه السلام هو رمز الاستسلام الكلي، وبذلك نال خلة الله، نال الخلة ونال إيه؟ إبراهيم خليل الله، خليل الرحمن. اتخذ الله إبراهيم نعم. خليلا. ثم في معنى آخر مهم جدا في موضوع إبراهيم، الله تبارك وتعالى أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام بأن يتخذوا إبراهيم إيه؟ مصلى. لا، يتخذوا إبراهيم قدوة وأسوة. وإبراهيم الحنيفي، إبراهيم الحنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمته أمة حنيفية. فنحن مع إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم التي أمرنا الله تبارك وتعالى. فكأنما جاءت قصة إبراهيم في هذا المقام يعني كأنك ترمي إلى قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. نعم. النقطة الثالثة أيضا لاحظ في كل السياق ركز إبراهيم على معنى الإسلام والتسليم. لاحظ إبراهيم يتكلم عن من المسلمين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لماذا؟ لأنه قال إني من المسلمين. فإبراهيم شعاره شعار الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أيوة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظ هنا شيخ برهان التركيز على فكرة التسليم والإسلام قبل أن يدخل في شعائر أمة الإسلام المطالبة فيها بالتسليم المطلق على طريقة إبراهيم عليه السلام. هذا معنى معتبر أيضا. سبحان الله، في تركيز على هذا الموضوع.
مرة، يعني ذكرت مع إبراهيم، ذكرت مع يعقوب، ذكرت في الوصية نعم، مع كل إسحاق ذلك أيضا. وهم يقولون بأن والله. وبعد ذلك جاءت آية يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن صبغة الله، هذا المقطع هذا كله صبغة الله، أي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عجيب. نعم. إذن هذا المقطع على وجه التحديد هو المقطع إن صح التعبير أن نقول بأنه يمثل في علوم الاستراتيجية وقضايا التخطيط الرؤية. يعني إبراهيم يمثل بالنسبة للمسلمين إيه؟ الرؤية التي ينبغي أن يسعى إليها الجميع، يعني أن يتصلوا بإبراهيم، أن يكونوا مع إبراهيم، أن يكونوا على طريقته، أن يكونوا على منواله. ثم أيضا أشارت هنا، لاحظ من هذا التاريخ، من تاريخ إبراهيم عليه السلام انقطعت سلالات نوح عليه السلام، وبقي ما بعد إبراهيم كل الرسالات مرتبطة بإبراهيم عليه السلام، سواء كانت رسالات بني إسرائيل أو كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صلب إسماعيل عليه السلام. فالرسالة كلها محصورة في الأسماء التي وردت في أواخر هذا المقطع، وهو إبراهيم، إسماعيل، عيسى، يعقوب، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، إبراهيم. هؤلاء الأربعة عليهم مدار النبوات. ما بعد إيه؟ ما قبل إبراهيم يمكن أن تكون السلالات من نوح عليه السلام، لكن ما بعد إبراهيم السلالة كلها تابعة لإبراهيم عليه السلام. الحقيقة يعني موضوع نبي الله إبراهيم، هذا النبي العظيم، يعني بلا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، والله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء على من يشاء، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. ولكن نبي الله إبراهيم عليه السلام يأتي في الدرجة الثانية في أولي العزم من الرسل. ذكر في القرآن الكريم أكثر من 63 مرة أو 63 مرة، وذكرت سورة باسمه، باسم سورة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم أثنى الله عز وجل عليه في آيات كثيرة، منها قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عنه سبحانه: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وهذا أنت أشرت إليه. هناك آية مهمة أود أن تعلق عليها شيخ حسن فيما يتعلق بالعقيدة الإبراهيمية التي تولت كبرها الإمارات في موضوع الدعوة إلى الإبراهيمية، وهي دعوة ضالة فاجرة كافرة. ربنا عز وجل قد سبحان الله دمرها قبل أن تولد. قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا نريد أن نمر على إبراهيم عليه السلام قبل أن نعلق على هذه القضية. ثم نريد تعليق أيضا في قوله تعالى، وأنا أعتقد أن هذا تمام التسليم: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. سورة فصلت، سنعود عليها بعد التعليق على ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الله يجزيك الخير. أول في نقطة لابد أن نشير إليها فيما يتعلق بطبيعة القرآن الكريم في سياقات إيراد القصص القرآني. جميل. يعني قصة كل شخص سبحان الله يا أخي برهان ترتبط بهدف السورة. يعني لاحظ الآن سورة البقرة هي سورة التسليم المطلق، سمعنا وأطعنا منذ البداية إلى الآن. يأتي في قصة إبراهيم ما يخدم هذا الغرض. إذا جاءت في سورة أخرى ستلاحظ أيضا تخدم الغرض الثاني. نعم صحيح. لا بد، يعني بعض الناس يتصوروا كأنما تكرار، هي ليست تكرار. لا ليست تكرار، ولكنها إيراد للقصة في كل سياق بهدف القصة، بهدف السورة ومقصدها الأساس. أما فيما يتعلق بقضية الإبراهيمية فكما تفضلت القرآن الكريم يعني من أكثر القضايا التي كان فيها واضحا ومبينا وصريحا قضية فصل إبراهيم عليه السلام من أي حالة انتساب إلى اليهودية أو النصرانية. أولا يؤكد القرآن الكريم بأن إبراهيم كان قبل هؤلاء واليهودية والنصرانية كانت بعده، فكيف يكون منطقيا السابق تابع لللاحق؟ صحيح. المعهود منطقيا أنه والله اللاحق يكون تابع للسابق، أما
الانقلاب هذا غير وارد. الأمر الثاني، يفصل الله تبارك وتعالى إبراهيم تماما، بل وينسبه إلى أن الأولوية في إبراهيم هو للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لليهودية والنصارى. بل القرآن الكريم مثلا كما سيأتينا في قصة في سورة آل عمران يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن فكرة إنه والله محاولة زج الأديان كما يسمونها هم، زج الأديان باعتبار أنه والله هذه الأديان كلها تنتسب من حيث الناحية النسبية إلى أنبياء يتصلون بإبراهيم عليه السلام، لا يجعل هذا الانتساب النسبي لا يجعل منه انتسابا دينيا عقائديا لإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام لا ينتسب إليه إلا من انتسب إليه إيمانيا ممن كان معه. جميل. ولا ينتسب إليه إلا محمد عليه الصلاة والسلام ممن كان معه. جميل. ولا ينتسب إليه إلا عيسى وموسى وداود والأنبياء الذين سلكوا موضوع التوحيد. أما لحظة الانحراف والتسمية المخالفة للإسلام اليهودية أو النصرانية فلا يمكن أن تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام. وبالتالي هذه مفاصلة كاملة، وكما تفضلت يعني مهم جدا فعلا الإشارة إلى هذا المفهوم الذي صار الآن يدخل إلينا بالمفهوم الديني حتى تحاول بعد ذلك الأمة أن تتخلى عن ثوابتها الأخرى. يعني عندنا ثوابت حقوقية، عندنا ثوابت سياسية، عندنا ثوابت غيرها، كل ذلك يراد أن يجير لصالح فكرة الإبراهيمية التي في حقيقتها ما هي إلا الصهيونية في تطورها الجديد. هي صهيونية في تطورها الجديد. إبراهيم بريء منها، لا من حيث العقيدة ولا من حيث المقصد ولا من حيث الوجهة ولا من حيث الانتماء. إبراهيم تماما بريء من هذه الفرية التي يراد أن تسوق بها للأسف الشديد هذه الصورة، وتحت مظلتها يتم القضاء على المقدسات، وتحت مظلتها يتم القضاء على الحركات المقاومة، وتحت مظلتها يتم تصفية القضية الفلسطينية، وتحت مظلتها أيضا يتم إعادة تموضع للكيان الصهيوني ودولة الاحتلال في هذه المنطقة، بحيث والله تستطيع أن تصول وتجول دون أن يكون هنالك أي رقابة عليها أو أي تحسس، بحجة أن والله نحن أصحاب أديان إبراهيمية. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في سورة الصافات رب العالمين ذكر لنا قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، وهذه القصة يبدو لي أن فيها فعلا الاستسلام لله عز وجل. من هذا الباب أنا يعني أردت من فضيلتكم التعليق عليها. يعني لما قال رب العالمين سبحانه وتعالى قال رب هب لي من الصالحين، يعني إبراهيم يدعو، قال سبحانه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما خطين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. تعليق. سبحان كلام الله جميل. يعني كلام جميل. الترجمة والبيان العملي سبحان الله لقضية سلام على إبراهيم. نحن إلى يومنا هذا في تشهدنا دائما نصلي على إبراهيم، وهذا من العجائب اللي كنت أريد أن أسألك. يعني لاحظ دون الأنبياء دون لا الأنبياء موسى ولا عيسى ولا نوح إبراهيم ولا آدم نعم يصطفي الله عز وجل مع نبينا إبراهيم عليه السلام، لأننا مأمورون باتباع ملته. طبعا عندنا مصطلح الملة وعندنا مصطلح الدين وعندنا مصطلح المذهب،
فالدين ما كان منسوبا إلى الله. أعد هذه المصطلحات جميلة. نعم، المصطلح إن الدين عند الله مصطلح الدين، أيوة، ومصطلح الملة، أيوة، ومصطلح المذهب. ومصطلح المذهب في علوم الأديان هذه تجدها دائما. فالدين ما كان منسوب لله تبارك وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به. فإن الدين عند الله الإسلام. جميل. يعني أصل الدين واحد. جميل. ومصطلح اللي هو الإسلام. مصطلح الملة ينسب إلى الأنبياء والرسل. فملة إبراهيم، ملة صالح، ملة كذا، ملة عيسى. لا يقال دين موسى، دين، لا، هذا خطأ. كلنا نحن أهل الإسلام، لاحظ. لكن ملة محمد، ملة إبراهيم، ملة بمعنى الطريقة والمنهاج والسبيل والشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الملة. المذهب يكون ما دون النبي وما دون الرسول. فأبو حنيفة والشافعي وكذا، هذه مذاهب في إطار الملة. إيه؟ جميل. مذهب في إطار ملة، جميل. ملة في إطار الدين. جميل. هذا تسلسل. أيوه، هذا التسلسل تقريبا. جميل. فإبراهيم عليه السلام نحن نتبع ملته، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين على المعنيين. على المعنيين، أحسنت. على المعنيين. والصحيح والله أعلم أن الله هو الذي سمانا المسلمين، لأن الاسم تاريخي. آدم مسلم، ونوح مسلم، كل الأنبياء هم على هذه، فبالتالي الاسم يعود إلى الله. يعني. جميل. نعم. جميل. نعم. إبراهيم هنا سبحان الله، لعل هذه القصة واحدة من القضايا التي طلبت منه في التكاليف وأتمها، والله أعلم. لأن الله تبارك وتعالى قال وإذ ابتلاء، الآن هنا لا سماها بلاء. نعم. إن هذا لهو البلاء المبين كمان. مبين. نعم. من الذي يستطيع يذبح ابنه؟ أيوة. وهناك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. طيب، فمما ابتلي به إبراهيم أن يذبح ابنه، ودي كانت قمة التجرد لله والتسليم لله. وإبراهيم لم يتردد، وتربيته أيضا على ذات المستوى. الله. إسماعيل لم يتردد. الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله. ستجدني إن شاء الله. ويبدو والله أعلم أيضا أمه من ذات الصنف. الله. اللي هي هاجر، نفس الصنف. الله أمرك بهذا، ما القضية واحد. نعم. ما هي نفسها كانت معرضة للموت، نعم، في صحراء. لا في إنس، لكن كان يهمها شيء واحد، الله أمرك بذلك. قال لن يضيعنا الله. فهذه الأسرة سبحان الله. لو جينا نقول والله ما هو القاسم المشترك بينها؟ التسليم لله. يا سلام. وإذا فاز الإنسان بالتسليم لله فقد فاز. سبحان الله. يعني للأسف الشديد معظم الخلل في التدين بعد سلامة الدليل وصحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه لنا بشكل صحيح، أي محاولة للتردد علة من علل التدين. سبحان الله. علة من علل. ولذلك نحن الآن بحاجة ماسة إلى إعادة مفهوم التسليم لله. ابتلي إبراهيم عليه السلام كثيرا. نعم. لما وضعوه في المنجنيق. نعم. وأشعلوا النار كما جاءت الروايات. نعم. ورموه في هذه المسافة ما بين المنجنيق حتى يصل إلى النار. جاءه جبريل عليه السلام فقال له ألك من حاجة؟ قال أما لله فنعم، أما إليك فلا. الله أكبر. إيش التوحيد ده؟ طبعا هذه يعني مثل هذه القضايا شيخنا يعني تهدم كثير من حالات الأسف الشديد الذين الآن يدورون في فلك الوساطات وفلك الشفاعات ومحاولات الاستدلال على. طيب هذا جبريل، يعني حتى لو قال له نعم جبريل. أنا أحتاجك، أنا الآن هذه نار وكذا، لكن الخلة تأبى ذلك. الخلة سبحان الله تأبى ذلك. الله. أيوه. ومنطقه منطق أعلى من كده، أعلى كثيرا. وبالتالي أنت كأنه يقول أنت مخلوق مثلي، أنت مثلي، أنا أريد من الله. أي نعم. يا سلام. الله يجعل هذا الجانب مهم جدا، والالتفات إليه سبحان الله في مقطع فلم يحجه الله لأحد. لم يحوج الله. قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. ومنتهى المعجزة، أعتقد هذه لا تتكرر إلا نادرا. نعم. أن تكون النار مشتعلة ولا تحرق الشخص. نعم. أظنها ما تكررت إلا مرتين. نعم. مرة مع إبراهيم ومرة أخرى مع أحد الصحابة. نعم. الذي قال عنه عمر بن الخطاب مرحبا بمن اشتبه بإبراهيم عليه السلام. فموضوع قصة الصافات تأتي في سياق القصة وأهدافها، سياق السورة طبعا. هذا المقطع، لكن سبحان الله هذا المقطع نعم خلاصة ما فيه أنه يعبر عن منطق التسليم الذي يخدم سورة البقرة. يعني إبراهيم عليه السلام كان من أهل التسليم، كان من أهل
الاستجابة السريعة، كان إذا قيل له افعل لا يتردد، فأتم كلمات الله سبحانه وتعالى التي طلبت منه، وبالتالي كان الختام سلام على إبراهيم. إنه هذه السيرة المرفوعة إلى يا سلام. ثم أيضا فيها سبحان الله إنصاف كذلك لذرية إبراهيم عليه السلام حتى من بني إسرائيل، وهو أن منهم محسن لنفسه ومنهم كذلك الظالم لنفسه. طيب يا شيخ حسن، حقيقة كلام جميل عن إبراهيم عليه السلام والآيات التي تحدثت عن التسليم. نفهم من هذه الآيات أنه يجب علينا أن نستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن نعتمد عليه، وأن نؤمن به حتى نرشد. هذا الذي نفهمه من سياق الآيات، علما أن ثمة سياق آيات أخرى أود أن تعلق عليها، ثم سننتقل بعد ذلك إلى الأحكام العامة التي وردت. هنا ورد أمرين في قصة إبراهيم عليه السلام. الأمر الأول فيما يتعلق نقاشه مع النمرود. نقاش إبراهيم عليه السلام مع النمرود لما قال وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بداية الآيات التي هي تدل على فيما يتعلق ب لو تذكرني فيما يتعلق ب يعني ننتقل ثم سنذكرها. الأمر الآخر، إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ولكن ليطمئن. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. في سياق إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة ورد هذا ما يدل، لا أقول الشك، ولكن شيء من طلب إبراهيم ليتأكد، وهو الذي قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة المائدة أو في سورة الأنعام قال نري إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلا أظن أحد إيمانه قوي مثل إبراهيم إلا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا أعلى درجات الإيمان. الآية تذكرتها، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. ذكروا الإخوة في الكنترول. هذان موقفان ما الذي نستفيد منه في ذكرهما في قصة إبراهيم عليه السلام؟ أولا سبحان الله، من لطائف سورة البقرة ذكرت فيها حالة الإحياء والإماتة 5 مرات، ليست مرة واحدة. ذكرت البقرة وإحياء الميت. طبعا البقرة سبحان الله فيها أيضا لطيفة نسيتها يومها، وهو كيف أن هؤلاء الذين تعلقوا بالعجل وتعلقوا بالأبقار كان النتيجة لابد أن تذبح البقرة ليخرج آخر ما في قلوبهم من عبادة العجول. سبحان الله. لا، هذا الحادث الأول. الحادث الثاني وهو أن الله تبارك وتعالى رفع الجبل وصعق بنو إسرائيل ثم أحياهم الله إحياء مرة أخرى. جميل. الحالة الثالثة هي حالة إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم القصة التي قبل آدم اللي هي قصة ألم ترى أن الله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، لا اللي هي بعدها أو كالذي مر على قرية. نعم، اللي هو عزير. أيوة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. الخامسة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. وهذا شيء يعني حقيقة رسالة قوية للمسلمين. نعم. في إثبات البعث يوم القيامة. أيوة. وإحياء الموتى وأن كل ذلك واقع وشوهد ورؤية وفيه الرد على الملاحدة. نعم. تمام. إذن هذه القصص لاحظ وردت في سياق سورة البقرة اللي لها علاقة بالتشريعات، لكن لها علاقة بمفهوم مهم جدا، وبالآخرة هم يوقنون. جميل.
إذا أنا أتيت لك ب5 قضايا وفيها إحياء، فيها إماتة، فيها كذا. إذا كأننا نعود إلى الأصل الأول، إلى الأصل الأول، وهو بالآخرة هم يوقنون. في هذا السياق تأتي قصة إبراهيم هذه تحديدا لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ليكون من الموقنين، مش كده؟ فإبراهيم سعيه كله سعي اليقين التام، من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، فهو ساعي نحو الكمال. أولم هو يؤمن، ولكن أي نوع من الإيمان؟ هو يؤمن الإيمان العلمي الذي ليست فيه مشاهدة، ولكنه لا يشك. ولكن إذا فتحت له نافذة العلم العيني فإنها تزيده يقينا، ونافذة حق اليقين هذه تزيده أيضا عيشا مباشرا في يعني مثل من يقول، يعني هل ممكن أن نقول يا شيخ حسن يا معشر المؤمنين ازدادوا علما ستزدادون يقينا بربكم؟ نعم، كأن الآية تقول هكذا. إبراهيم عليه السلام مؤمن، ولكنه طلب علما ليكون أقوى إيمانا وأقوى يقينا. فإذا أردتم أنتم حتى تطبقوا شرع الله لتكونوا أقوياء فازدادوا علما. هل مفهوم هذا صحيح؟ نعم، هو صحيح. وإبراهيم طبعا مما فتح الله عليه في عالم الملكوت وليس في عالم الملك فقط، لأن إبراهيم كان، ما الفرق؟ عالم الملك عالم الملك هذا العالم الذي نشاهده نحن البشر، أما عالم الملكوت عالم آخر، والذي لا بد أن يفتح الله لك فيه حجب الغيب فترى ما لا يراه الناس. فإبراهيم بالنسبة له رأى ما لا يراه الناس. نري إبراهيم من ملكوت السماوات. ولما أري إبراهيم هذا الوضع؟ لأنه كان في بيئة كلها بيئة تتعلق بالنجوم والصابئة والكواكب والأشياء، فهم من عباد هذا الجانب. وظل إبراهيم عليه السلام يجادلهم على هذا المنطق، هذا ربي، هذا كذا. لكن في النهاية الله تبارك وتعالى فتح له أفق الأرضية المعرفية في ذلك الوقت ما مناسبة فيه، ولا تستطيع أن تصل إليه بالوضع الطبيعي. يعني لا عندنا بوارج ولا عندنا أشياء نصل بها كما يقولون إلى الفضاءات. الله تبارك وتعالى فتح لإبراهيم عليه السلام في ملكوته فرأى ما لا يراه غيره، فكان اليقين الذي وصل إليه إبراهيم يحطم كل شيء. دعنا نقرأ هذه الآيات، أعتقد أنها مناسبة بعد إذن سيادتكم. قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. وحاجه قومه قال تحجني إلى آخر الآيات. نعم. لكن هذا المقطع بالذات نحتاج تعليقكم عليه شيخ حسن. يعني تدرج إبراهيم عليه السلام في الكواكب الذي أنت أشرت إليها بأن نعم. الله أراه الله عز وجل ملكوت، ونحن نرى أن هذه لا شك قد تكون هناك خبايا من الملكوت، لكنها ممكن أن يتعلمها علماء الفلك فيما يتعلق بقضية الكواكب، قضية القمر، قضية الشمس نعم. وما إلى ذلك. ثم خرج بعد ذلك إبراهيم يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا نعم. وما أنا من المشركين. طبعا هنا سبحان الله، يعني إبراهيم كما يقول ابن تيمية وغيرهم مثل ابن الوزير وغيرهم يتكلمون عن هذه القصة تحديدا في منهج الحجاج العقلي بالنسبة لأهل الإسلام. لأن كثير من الناس ذهب إلى منطق أرسطو في إثبات العقائد وإثبات قضايا الغيب حتى، وتصوروا بأنه لا يمكن إثبات قضايا العقائد والإيمان إلا بمنطق أرسطو. هذه كانت فكرة سائدة، لكن سبحان الله منذ الشافعي وإلى يومنا هذا بفضل الله تصدى لهذا الاتجاه كثير من العلماء، وعلى رأسهم كما ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على كثير من الحجج التي استند إليها المناطق والفلاسفة، وأراد أن يرجع الناس. أرسطو من علماء اليونان. علماء اليونان نعم. فكان ذوما للأسف الشديد لما اقتحم علينا منطق أرسطو شوش على كثير من علماء الكلام في إثبات العقائد،
فصاروا يعتمدون في إثبات العقائد الإيمانية على هذا المنطق. جميل. هنا نلاحظ بأن قصة إبراهيم عليه السلام تنقلنا إلى مربع آخر، وهو منطق القرآن الكريم في الحجاج، لأنه قال تلك حجتنا. نعم. القرآن الكريم يعتمد منطق الحس، ويعتمد منطق العقل، ويعتمد منطق النقل. الثلاثة هذه كلها يعتمدها في وقت واحد. إنه يقول لك والله يا أخي أعد جزاك الله خير. نعم، القرآن في الحجاج وفي يعني قبل أن تؤمن أنت بالدليل يقيم عليك الحجج عقلية. جميل. مثلا يقول لك هذا هو منطق الحس. الحس والعقل في آن واحد. يعني مثلا هنا الآن هو استخدم أدوات حسية، يعني أشياء محسوسة ومرئية. جميل. لكن في نفس الوقت لاحظ فيها أيضا بعد عقلي، إنه هذا أكبر، هذا أصغر، هذا كذا. هنا الآن دخل إيه؟ دخل بعد عقلي اللي هو قياس الأولى. صحيح. إذا كنتم تريدون تعبدون القمر، لا، الشمس أكبر. الشمس أكبر. أيوة. لاحظ. نعم. فهنا استخدم الحس مع العقل. نعم. لكن والقمر أجمل من الكواكب. نعم. كل ذلك ليمهدهم إلى مفهوم النقل. يعني في النهاية يريد أن ينقلهم إلى الرسالة. نعم. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فهنا إبراهيم عليه السلام على كل هو من أهل الحجج العقلية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يضرب نموذج في قضية حجتنا، يقول الحجة في القرآن الكريم ذكرت في موضعين، الحجة والرفعة في نفس الوقت. ذكرت في إبراهيم عليه السلام بالحجة العقلية والمنطقية والحجج الرسالية، وذكرت مع يوسف عليه السلام فيما يسمى بعلم الحيل أو علم السياسة. فنموذج يوسف عليه السلام هو نموذج الولايات السياسية التدبيرية، ونموذج إبراهيم عليه السلام هو نموذج الحجج الدينية العقائدية التي تصلح لمقارعة أهل الباطل. جميل يا شيخ حسن، جزاك الله خيرا على هذا البيان، وزادك الله من علمه وفضله، إنه ولي ذلك. آمين. الآن ننتقل إلى قضية حدثت في زمنه عليه الصلاة والسلام، واهتم بها القرآن كثيرا، وهذه القضية ذكرت في قلب سورة البقرة. ما الهدف من ذكرها؟ وما يعني اللفتة الإيمانية التي يريد أن يوصلها القرآن الكريم؟ وهي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. موضوع تحويل القبلة كان موضوعا محوريا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في سورة البقرة التي تتحدث عن الاستخلاف والتي تتحدث عن الاستسلام والطاعة. فأين هنا الاستخلاف وأين الطاعة في هذا المكان؟ الله يجزيك الخير. طبعا هنا أنا في رأيي الاختبار الكبير أنه قبل أن يدخل في الشرائع والقوانين والتشريعات الإلهية في الصلاة وقضايا الإيمان وقضايا الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، أراد الله تبارك الدرس الأول أن يعطى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم بهذا الانتقال. كانوا متعودين أنهم يذهبون في نمط واحد، وهو أنه الله يصلون إلى بيت المقدس، وألف الناس ذلك، واليهود كانوا مبسوطين أن ألا ترون أنه يصلي إلى قبلتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه محرج، كان يتمنى لو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر. تقلب الوجه ما المقصود به؟ هو تأمل في إنه والله يرجو من الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا لا يتكلم. فهو إنما يعطي الإشارة كما نقول، والله عز وجل يعلم الظواهر والبواطن. فهو كان يرجو لكن تأدبا مع الله، ما قال غير للقبلة. جميل. فأول درس الآن قبل أن ينتقل شيخنا إلى وإلهكم إله واحد، اللي هو بتبدأ هنا معانا قضية التوحيد، وبعد ذاك تجينا باقي الشرائع، ويتصل الأمر مباشرة أيضا بقصة إبراهيم. لاحظ، ففي ربط ما بين قصة إبراهيم وما بين عملية التسليم واختبار الأمة فيه، هل الآن سيستجيب الناس أم لا؟
وعندكم نموذج لأمر تعودوا عليه، أمر تعودوا عليه، نعم. والأمور ماشية وهكذا. نعم. طيب بعدين وسيقولون القبلة يعني من بيت المقدس إلى مكة المكرمة الذين أعداؤهم يعني أيوة هم لا زال مسيطرين عليها، مسيطرين عليه. أيوة. كيف نصلي إلى مكان فيه نعم. أعداؤنا وفيه نعم. حاربونا نعم. وقتلونا؟ وسبحان الله كان الاختبار عظيم وعسير، ولذلك كثير من الناس ما استوعب هذه القضية، لكن أهل التسليم وجهوا مباشرة، استجابوا وهم في الصلاة. بل يعني مجرد ما شخص قال والله لقد غيرت كذا إلى توجه مباشرة الإمام والمأمومين نحو القبلة. هذا جانب التسليم المطلق في أنه هذا الأمر جاء من الله. والعجيب أيضا أن القبلة في المدينة المنورة شمالا وجنوبا صحيح. يعني ليتها منحرفة يمين أو يسار، لا تقلبا عكس مباشرة. نعم. يعني كانوا يصلون إلى الشمال. نعم. فلما جاءهم الأمر استداروا كهيئتهم. ويقال أن الإمام رجع حتى فأصبح الصف الأخير هو الأول. نعم. وأصبح الصف الأول هو الأخير. الله أكبر. نعم. سبحان الله، شوف إلى هذه الدرجة. فكان التسليم الكامل أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأنهم تربوا على هذه المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه قضية التسليم. آمنا به كل من عند ربنا الله، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل التسليم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا، وهو أن السيادة والتوجه الجديد سينطلق من مكة وليس من القدس. السيادة ستنتقل من بني إسحاق إلى بني إسماعيل. الله، هذه القصة التي تكلم الله عنها، هذه إشارة عجيبة. تكلم الله عنها وبناء وأحضر إسماعيل وإبراهيم الآن ابنه يتسلم الزعامة. ناسب ذلك أن تكون أيضا القبلة تنتقل ابنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بلا شك بالإجماع هو من ولد عدنان. نعم. وعدنان هو من ولد إسماعيل. هذا لا خلاف فيه. نعم. فإذا انتقلت الآن الرسالة إلى من؟ نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلنا هنا كما يقولون من الأرض المقدسة إلى الأرض المحرمة. الرسالة خلاص يعني، وانتهت المسألة بعد ذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم مفاتيح الزعامة العالمية ومفاتيح الختام النبوي من خلال إمامته عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس لكل الرسل والأنبياء. نعم. وبالتالي كأنهم سلموا الراية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان الله. لاحظ الآن يعني أمر مرتب منظم. نعم. يعني مخطط له. نعم. وليس أمرا يعني، لأن المسألة سبحان الله عندما يكون المنطق الديني الصحيح هو السائد لا تجد، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من الله سبحانه وتعالى فإنك ستجد هذه الطريقة المرتبة المنظمة. إذن وحتى لا ننسى نعم. مكانة المسجد الأقصى. نعم. وأهميته. تم الإسراء منه. نعم. الإسراء من مكة إليه، تم الإسراء المعراج نعم. منه. نعم. واجتماع الأنبياء فيه. ولو شاء الله لجمعهم في مكة المكرمة. أحسنت. ولكن جمعهم وتبقى سبحان الله بيت المقدس بكل النصوص هي الأرض المباركة، وهي أرض الملاحم، وهي أرض الطائفة المنصورة، ومنها سبحان الله بها تكتمل السيادة، ومنها يبتدئ النقصان في السيادة. قول آمين. نسأل الله أن يرزقنا أذانا وصلاة فيه. آمين يا رب العالمين. الأحباش. آمين. نتمنى أن نؤذن في بيت المقدس كما أذن بلال عليه السلام. يا رب. جدنا بلال. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا أيضا بالصلاة فيه. مشاهدي الأكارم، استمتعنا بهذا السياق الجميل فيما يتعلق بمقاصد سورة البقرة، ولو مكثنا شهرا كاملا نتحدث عن مقاصد وأعماق هذه الصورة ما استطعنا أن نكمل حتى في شهر رمضان. سنتوقف في هذا إن شاء الله حتى ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أتوجه بالشكر الجزيل لربنا سبحانه وتعالى أن هيا هذا اللقاء، كما أتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الشيخ حسن سلمان. والشكر موصول لكم معاشر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم.